بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. النهاردة عايز أتكلم في حاجة يمكن أول ما نتكلم فيها سوا. أنا كان ليا تجربة في سفر في أمريكا، خدت دورة تدريبية هناك، فكنت حابب إن أنا أتناقش معاكم الموضوع ده. يعني مبدأ إن إحنا تداول المعلومات أو تناقل الخبرات من شخص لشخص. أنا عارف إن طبعا مش شخصية يعني مهمة قوي ومش شخصية عامة، يعني مانيش مثلا مذيع مشهور ولا حاجة ولا كده، لكن الفكرة ان احنا يمكن ندي معلومة تفيد حد من الزملاء في نفس الشأن، او تبقى انت عارف خطوات ايه، متخيل ايه الدنيا ماشية ازاي كده. يمكن نقدر ندي معلومة، ممكن اعمل سلسلة حلقات في الموضوع ده. وانا برضه عايز رأيكم بعد نهاية الفيديو ولما ينزل ان شاء الله تقولوا لي رأيكم ايه. يعني قولوا لي انتوا ريكومنديشن بتاعتكم ايه، اقتراحاتكم ايه، هل نكمل او نكمل في الاطار ده ولا نكمل في ايه. لان الموضوع برضه في الاول وفي الاخر كان بيزنس، فكنا بنتكلم في موضوع التريننج او التدريب بره مصر. يعني انا كان سنة 2007 كان في شركة عاملة اعلان، واحنا اتقدمنا على ناس كتيرة واختاروا مننا 3 في الانترفيو، وقالوا هتسافروا تتدربوا في امريكا في شركة CRO في تكساس دالاس. اوكي، ده كان اول حاجة حصلت. بعد كده اول خطوة انك انت المفروض انك تعمل انترفيو في السفارة الامريكية عشان تاخد الفيزا بتاعتك. فكان ليها خطوات. ده كان 2007، كان لازم تتصل بالكول سنتر. اكيد دلوقتي ده كله بقى على النت يعني، ويحددوا لك ميعاد، وغالبا الميعاد بيكون الساعه 7 الصبح، وفي مصور معين في جاردن سيتي قصاد السفاره وبيصور الناس كلها، لانه يمكن الوضعيه او الكذا بوزيشن معين او بمسافات معينه، طبعا لازم تكون فورمال. وبعد كده بيديك الصور، بتدخل على السفاره الامريكيه على الميعاد اللي هم مديهولك محددهولك، يعني تدخل طبعا في جاردن سيتي، مكان معروف، معرفش لسه موجود، اعتقد لسه موجود زي ما هو يعني ما اتغيرش. طبعا المكاتب كلها تحت الارض كده. اللي عايز اقوله في الحته دي موضوع الانترفيو. موضوع الانترفيو يعني افتكرت فيلم عسل اسود. كل ما افتكر اضحك يعني، لانه فعلا في حاجات بالظبط. هو اول حاجه ما بيفرضش عليك انك تتكلم انجليزي، بيقول لك لو انت قادر تتكلم انجليزي اوكي، مش قادر وما عندكش القابليه انك تتكلم اللغه او محتاج حد يترجم لك، بيوفر لك مترجم. فانا قلت لهم لا، انا هتكلم انجليزي عادي. كنت انا واخد كورسات في الجامعه الامريكيه قبليها يعني كام سنه، فلا تقدر تتكلم. بيسالوك 4-5 اسئله فعلا زي الفيلم كده. بس ما فيش بقى انك انت اعتماد بنكي والبنك، لان احنا كنا طالعين تدريب، فما بيسالكش على موضوع حسابك في البنك قد ايه وكلام من ده، انه عارف ان انت ايه الشركه اللي بتسفرك، إيه اسمها، ايه هتسافر فين، هتقعد قد ايه، ايه مخططك هناك، هترجع امتى، وهكذا. فاول انترفيو طبعا جت شوك، اتصدمت زي احمد حلمي بالظبط، لان بعد ما خدت الكام سؤال دول وشافت الاوراق اللي معايا وقدمتها لها، فقامت مدياني كتاب كده، فقالت لي ثانك يو، قامت مدياني كتاب في ايديا. فانا فهمتش ايه الكتاب ده، طب ايه فقلت لها وات داز ات مين، ده معناه ايه؟ فقالت لي لا انت ارجع بقى المكتب الورق ده واساله. فرجعت على المكتب الورق، لقيت 2 مصريين، فقلت لهم هو ايه اديتني الكتاب ده معناه ايه، مش فاهم. قال لي معناه ان انت اترفضت. قلت له اترفضت ازاي؟ يعني عايز اقول لها ايه ده اللي بتعملي ده ازاي؟ ده كان 2 زملاء بتوعي اللي معايا انا في الشركه، زمايلي كانوا قبلها بيومين 3 وتوافق عليهم، فانا داخل هيتوافق 100%، مع نفس الكيس ونفس المكان ونفس الشركه ونفس الجوابات اللي جايه لهم، جوابات التعزيز او الكلام من ده كلها واحد. ايه اللي اتغير في الامر يعني؟ المفروض ان مفيش حاجه اتغيرت. فطبعا انزعجت جدا وقلت لها، فقال لي انت كده اترفضت، معنى كده ان في اوراق، في الحاجات في الاوراق بتاعتك عايزه تستكمل بس. وكنا احنا طالعين طبعا عن طريق الشركه في دبي، فبعت للناس في دبي ايميل نفس اليوم، قلت لهم انا حصل كذا كذا كذا. فقالوا لا ما تقلقش، معناها ان هم عايزين بس حاجه تعزز موقفك في السفر. طب هتعملوا؟ قالوا احنا هنتصرف. فقاموا باعتين جواب كذا 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 ومش عارف ايه على الايميل. وبعد كده خدت انترفيو تاني للسفاره الامريكيه، كان تقريبا الحجز $130 حاجه زي كده يعني. فخدت ابوينتمنت تاني، خدت ميعاد تاني ورحت تاني مره، ووافقوا عليا وحصلت على التاشيره، تقريبا بتاخد 2-3 بعدها. ودي كانت اول خطوه في الموضوع، اول خطوه في المشروع الناجحه يعني الحمد لله. فحصلت على التاشيره، وحتى كانوا زمايلي اللي قبليه خدوا التاشيره، كانت 6 شهور، انا ما اعرفش ليه ادوها لي 5 سنين يعني. ده كانت حاجه كويسه وظريفه يعني. حبيت اشرح لكم النهارده الموضوع ده. لسه بقى في الحلقات اللي جايه ممكن نستكمل عملنا ايه اول ما رحنا ازاي، رحله الطيران كانت ماشيه ازاي، والتدريب كان عامل ايه. ممكن ناخد ده تباعا في حلقات قادمه ان شاء الله. مش عايزين نطول في الفيديو عشان الناس ما تزهقش وما تملش يعني. شكرا ليكم، وانا سعيد ان انا بشارككم المعلومات دي والتجربه دي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك، وما تنسوش بقى الكومنتات بتاعتكم. شكرا، مع السلامه.